العامة ودرست جراحة لمدة عام، ولكنني تعلمت أشياء كثيرة في المخيم. فقد عملت كطبيب صحة وطبيب أسنان وجراحة ومختبر. كان علينا أن نفعل كل شيء. لم يكن هناك أمامنا أي خيار آخر. نجحنا في إجراء عمليات كبيرة وحصلنا على نتائج جيدة. أجرينا عمليات في الصدر والبطن وحتى الدماغ. وفي 15 يوما الأخيرة استعملتم الماء والملح؟ في الأيام الأخيرة كنا نطلب من ذوي الجرحى حتى إحضار زجاجة ماء وبعض الملح حتى نستطيع تضميد جراح المصابين. كم كان عدد القتلى من أهالي تل الزعتر قبل إخلاء المخيم؟ خلال ال40 يوما التي سبقت الإخلاء خسرنا نحو 2500 شهيد، وفي يوم الإخلاء خسرنا نحو 1000 شخص، ولا نعرف مصير الكثيرين حتى الآن. في ذلك اليوم حصلت مجزرة رهيبة رأيتها بعيني. رأيت المئات يقتلون على الطريق. ما بين المخيم ومنطقة المتحف. فقد أقام اليمنيون في ذلك اليوم 12 نقطة تفتيش على هذا الطريق. في هذه المراكز كانوا يوقفون الشاحنات ويقتلون الناس وخاصة الذكور منهم. كانوا يقتلون الحوامل، الشيوخ، الأطفال، وممرضاتي. قتلوا ممرضاتي أمام عيني. لن أنسى تلك اللحظة أبدا. لم أكن أتصور أن تلك المجازر يمكن أن تحصل. إن أولئك الناس يعتبرون أنفسهم ممثلين للحضارة الغربية في الشرق الأوسط. لا أدري ما إذا كان الغربيون يقبلون ذلك. ربما كان هناك تعريف جديد للحضارة. لا أدري، ولكنه سؤال أطرحه على الرأي العام العالمي. كيف تمكنت من مغادرة المخيم حيا؟ ساعدني الحظ. وضعوني أمام الحائط استعدادا لإطلاق النار علي وعلى ممرضاتي. فجأة تعرف علي مقاتل كتائبي، كنت قد أجريت له عملية جراحية منذ بضعة أشهر. عندما جاءوني به في المستشفى تعرف علي وأراد أن ينقذ حياتي، وبدأ يتجادل مع زملائه. هو كان يريد إنقاذ حياتي والآخرون يريدون قتلي. فجأة ظهر ضابط سوري كنت قد أجريت له عملية جراحية هو الآخر، فحسم النزاع وأخذني. بدأت ألح عليه لإنقاذ الممرضات، ولكنه أجابني عبثا نحاول. وهكذا أطلقوا النار عليهن أمام عيني.
عملية إخلاء المخيم كان قد تم الاتفاق عليها بين المقاومة والأحزاب اليمينية بإشراف جامعة الدول العربية والصليب الأحمر الدولي، حيث كان عليهما الحضور صباح ذلك اليوم 12 من آب لأخذ الرجال العزل والنساء والأطفال. في ذلك اليوم كانت مؤامرة كبرى، فالكتائبيون بدلا من أن يلتزموا بالاتفاق قصفوا المخيم وهاجموه، وكانت مجزرة كبرى ذهب ضحيتها المدنيون من الأطفال والنساء والشيوخ. استطاع طاقمنا الطبي أن ينقل 38 جريحا من كانت إصابتهم خطرة للغاية. ولكن القوات الفاشية قتلت الجرحى والممرضات. في ذلك اليوم أجرينا تحقيقات تبين لنا أننا خسرنا نحو 1000 شهيد، لا نعرف مصير كثيرين منهم، ولكنني رأيت جثث مطروحة على الطريق، ومن بين تلك الجثث كانت جثث ممرضاتي. صاروا يناموا الإنسان على الأرض ويحطوا رقبته على لوحة الخشب ويقطعوا راسه. جابوا السيارة من هون والسيارة من هون، ربطوه بالحبال وفلخوه. جابوا محرمي كانت حبلة مع أولادها، بعدين ضربوها بالسكينة، صار ابنها فز من بطنها وصار يلعبط بالارض. انا ابني مفقود وجوزي هذه جوزها مفقود، هاي ابنها مفقود، هاي الاخت 4 شباب وابوهم راحوا، هاي الست هاي كمان جوزها مات واخوها مات، كل واحد عنده مشكلة بحياته. لولا ما هي مصيبة جماعة يعني يمكن كنا متنا زمان، بس أنا مصيبتي وهي عندها مصيبة وهي عندها مصيبة وهي عندها مصيبة، يعني نشوف كل الناس عندها مصايب مثل بعضنا البعض. هون الأخت 14 نفر. 14 نفر راحوا من سنتين. أبو جعفر كمان شباب 2 مفقودين. الجريح نزل معاي على تحت الدكواني، أخذوه مني تحت الدكواني ونزيفه ماشي. وين الضمير؟ وين الضمير للشعب؟ نزيف وماشي البجامه اللي لابسها بعصريها دم. قال لي ما بدي تنزلي معي على الطريق، لاني انا ما بقبل ان العنزانيين يذبحوك ويذبحوا اطفالي وانا عم تشوف. لا بدي تمشي معي بالطريق، واخذوه مني على تحت الدكوان. عندي 7 اطفال انا. احنا كانوا يحاربونا حرب اباده، مش حرب انه اذا نزلنا سلمنا انه خلص عفوا عنا، لا بدهم يقتلوا الطفل والمرأة والبنت والزلمة. When you defeated in Kalazata? نزلت شيء تل الزعتر. هل تعتقدون انه انهزمت الثورة في تل الزعتر؟ عفوا. هي دائما يعني اي معركة او اي حرب تبتدئ من اجل اهداف. فالحرب اللبنانية كان في من أجل أهداف طبعا. فمشكلة الزعتر يعني شيء معركة من المعارك اللي كانت تصير. فبخسارة موقع أو أحد المواقع العسكرية هذا لا يعني إنه نحن خسرنا المعركة أو خسرنا الحرب، بل بالعكس زدنا صلابة وزدنا إيمان بقضيتنا. وطبعا كمان ارتفعت معنوياتنا
بتأييد العالم أو الشعوب الوطنية، كنا عربية أم عالمية. ارتفعت معنوياتنا بمعارك الزعتر، لأنه كان الزعتر فعلا أسطورة، وكما يقال لينينغراد الثانية هو تل الزعتر. Why do the fascists, why do the Zionists, why do the imperialists want to defeat the Palestinian revolution? ليش الانعزاليين والصهاينة والإمبرياليين الأمريكان يتآمروا على الثورة الفلسطينية؟ هنالك في أوروبا بأنحاء العالم في ثورات قامت وانتصرت وحققت ووصلت إلى هدفها. فبقي بالشرق الأوسط هون ناس كثير بعدها مهضوم حقها، ولا إنسان عم يصل لحقه، عم تبكي من الجوع، من تعليم أولادها، من مناصبها في الحياة المعيشية. الإنسان ميت هو حي، حقه مش البيت اللي بينام فيه إذا إجا إنسان قال له اطلع منه عم يطلع منه. ليش؟ ما في حدا عم يدافع عنه، ما له حق. فعندما اغتصبت أراضي فلسطين من أهاليها، فكانت الفلسطينيين بعضهم ضعفاء، ثم قويوا، ثم جابوا سلاح، ثم ترأست، ثم انتشأت ثورة وتعليم، حتى كبرت الثورة وصارت الثورة تهز العالم. فهنالك الصهيونية أمرت أمريكا أو ألمانيا أو الاتحادات الذي بناصرها إذا ربحت الثورة الفلسطينية واختلطت وأخذت دولة، نحن لا وجود لنا في فلسطين. ثم في شعوب أخرى بدأت تحقق الهدف من وراء الثورة الفلسطينية تأكيدا. فقامت الانعزالية والصهيونية والإمبريالية وغيرها، فاجتمعوا وركزوا هالشيء حتى يخلقوا الثورة الفلسطينية، لحتى الباقي يفرفط مثل ورق، يعني بيوقع بفرفط من حواليها. الحركة الوطنية بلبنان مخنوقة، قامت مع الثورة الفلسطينية، حيث الثورة الفلسطينية مسكتها حتى تركزها كرئيسها، حتى الإنسان يقدر يعيش، حتى الإنسان يقدر يعلم ولاده، حتى الإنسان يقول أنا إنسان، أنا مش حيوان في الدنيا، أنا إنسان تيموت. فاجتمعوا على الثورة الفلسطينية، لأن هي الثورة الفلسطينية اللي مسكت الشعب هون، والشعب مسكها. فصارت الثورات تتسامع فيها بالسعودية، بعمان، بمصر، بأنحاء العالم. فالبرجوازية ما بيوفقها انه تنتصر الثورة الفلسطينية، تنتصر الشعوب المختصة بحقوقها. هذا كل الناويين عليه للثورة الفلسطينية حتى يبيدوها، انبادت من حواليها ثورات. ارستقراطية بدهم يعزلون هذول الجماعة اللي عم ارستقراطية، بدهم يعزلون هذول الجماعة اللي عم بيساعدوا على الجماعة اللبنانية المظلومين. اللي طبعا المسلم خلينا نقولها بكل صراحة كان مظلوم، مضطهد حقه عند سبب التمييز العنصري الموجود عند الانعزالية. يعني ماروني له رتبة، مسيحي له شغلة، له وظيفة، أولاده مأمنين كل شيء. مسلم إذا ما في له واسطة، ما في له وظيفة، مضطهد حقه، مظلوم. فلذلك ساند الثورة الفلسطينية من أجل وجود حقهم. والانعزالية خافوا من تل الزعتر لأنه امتدت جذوره هناك، وكان تجمع فقير كثير التفوا حواليه. لهالسبب هذا ما حب يكون تل الزعتر، حب القضاء عليه من أجل تقسيم لبنان، لأنه كان واقف بطريقة تقسيم تل الزعتر. والآن سيشرح الأخ أبو جعفر قصيدي عن مجازر تل الزعتر وبطولات مقاتلين تل الزعتر وما جرى في تل الزعتر من جوع وعطش وتشريد وقتل وذبح. قال فيها: تل الزعتر يا تل الصمود، بوجه الغزاة الجردوا عليك جرود، فضل أبطالك لا تلب أخلاص، ما همهم لا قذيف ولا برود، من أول الصافة لآخر قذيفي كنت أنا بالمعركة موجود، مثل ما صار عم بحكي المعارك كلام الصدق ما بدا شهود. أول يوم 20,000 قذيفي